السلام عليكم الوغاش، كيراكم دايرين؟ لاباس؟ مزيان بخير؟ نتمنى تكونوا مزيانين. انا هاد النهار جالس ما بيا ما عليا، كملت الخدمه ديالي، شديت التليفون نتصفح، واش نتلاقى حميد المهداوي ضربوه بعام ونص وحكموا عليه 150 مليون، بحال سارق المليارات. 150 مليون حقا ما حقا، قال لك اسيدي وهبي طلب الطعوان. والله الا الناس ما تحشم بالله. انا بغيت نعرف واش عندنا شي قضاء في المغرب ولا ما عندناش؟ هذا هو السؤال الوحيد. كيقول وعاد من سمعت المهداوي مع كامل احتراماتي ليه، رغم اني كنختلف معاه بزاف د الحوايج، من بينها طريقه الاسلوب كيفاش كيهضر مع قال لك الوهبي الاستاذ المحترم. انا محترم، انا ما فيش هذا المحترم من جا قال لك احترموا القاضي. انا قاضي اللي تحترم؟ انا القاضي اللي يحكم عليا بدبابه، ما انا قاضي اللي نحترموش؟ قاضي اللي يحترمو يحكم عليا بدبابه نحترمو؟ واحترم وهبي سي قال لك السي وهبي محترم، الاستاذ محترم. انا محترم. السيد اللي كاع الامهات المغربيات تشكك في العراض ديالهم، قال لك حكا ما حكا، لو كان الرجل المغربي غادي يتمشى ويدير لا ديان غيتلقى 20 واحد تابعو. قال المغاربه، ما قالش مغربي، قال المغاربه. لو كنتو تحاسبوا معاه على هاد الهضره هادي، راه كاع الامهات المغربيات تهمهم الزنا، واي راجل مغربي خاصو يمشي يدير لا ديان ديالو، يشوف ولادو واش ولادو ولا ماشي ولادو، من حاكم البلاد وراح حاول، منهم هو. انا دوكا اطالبه انه يدير لا ديان، يشوف انه واش ولادو ولا ماشي ولادو. دوكا كيتهم الزوجه ديالو، كيتهمها وكيتهمنا حنا كاملين، امهاتنا بزوجات ديالنا بولادنا بالزمر ديالنا حنا. انا قال لك غادي نمشي للاستئناف. انا اقسم لكم بالله العظيم، نهضر على راسي، انا ساصبح ملحدا بالوطن الى الحميد المهداوي بجميع اخطائه وعلاته، وكيفتح الفساد وجاب ادله، جايب ادله. قال لك وانا احترم القاضي انه بالزاويه ديالو شاف انه الحكم صار. ما انا حاكم يحكم عليك 120 مليون، اطلب مليار. والله الا حنا عايشين في هاد اوروبا بسببنا، باش عايشين هاد اوروبا متغربين، باش بسبب هاد الشفاره وهاد النهابه وهاد السراقه لا اله الا الله محمد رسول الله. والله دابا انا خارج من الخدمه غادي للدار، ما هاد الحكم هذا يخليك تفقد الشعور ديالك. كيفاش حميد المهداوي بالادله ديال الرب الزين، بالادله ديالو كيقول لك السياره مين جبتها ديك، وانا والله مانيش عارف واش خلصت لاكيس ديال المحكمه، وتبت له القضيه، تبت له واش عندك ولا ما عندكش. وقال لك غادي نمشي للاستئناف ومرات باش ننقدو. وحميد المهداوي، ما نصيحه يا اخي المهداوي، يا اخي ما تهضرش بالاسلوب الضعف، واحترموا كيما كنت. واش الشعب المغربي ولا اي انسان مغربي كيبغي الحاكم القوي، يبغي الصحفي القوي، يبغي الباترون القوي، الاب والزوجه تبغي الرجل القوي، الابن يبغي الاب القوي. حتى ربي قال هل واش يستوي المسلم الضعيف على المسلم القوي؟ خاصك تكون قوي. حتى انك من تدافع على راسك دافع بالقوه والشكي، ما صاحبي ما ديرش كيما كنت تمسكن بحال كيجيب لنا بالنا بحال اللي راك زعما تقول يا ساعه القاضي ها العار عندي وليداتي وتمسكين وتملح. راه شي كلام راه واصل لي هنايا، انا باغي نفاجر، راه واصل لي هنا الربز واصل لي هنا، واصل لي هنا، ما نتعرى هنا ونبدا ندربب. انا اقسم لكم بالله راني متاكد كان يقولها المهداوي وكنت نسمع لها، وكاع الشعب المغربي عنده هذا الاحساس هذا. والله لا هناك من يريد شرا بالمغرب، ويريد ان يصادم المملكه المغربيه بشعبها مع الملك. هذا راني متاكد. هناك من ينخر ويبخشش لتحت. انا كنشوف ان المؤسسه الملكيه الى ما تفيقش وتجمع الوقفه وتشوف شكون اللي راه يخربش لها مع الشعب ديالها،
والله لا سيأتي يوم لا يحمد عقباه، سيأتي يوم لا يحمد عقباه. وانا الاونه الاخيره ملي مشيت للمغرب اي واحد كان شري عليه، سواء من الحانوت سواء من الخضار سواء من الجزار سواء، وخاصه الشباب، بقيت نركز على الشباب اللي 20 سنه لتحت لا يؤمنون بتاتا بالوطنيه ولا يؤمنون بالملك ولا يؤمنون يفتونا الرب بزاف، ولا يؤمنون بالشرعيه الملكيه. يقول لك انا باغي حقي. يا ودي الملك راه عنده اسره علويه، والشرعيه الملكيه ما يقول لك انا ما نعرف لا شرعيه لا علويه لا والو، انا باغي حقي. والدليل اللي شفناه في ليبيا لا في سبته ولا مش عارف داك الهجوم اللي داروا، حركه واحده في فيسبوك والتيك توك و3000 واحد اللي هجم، وغادي يجي واحد نهار دوك الشباب اللي وصل 30 عام بعد 10 سنين تخاف ليه يهجموا على القصر ولا يهجموا على القضاة وعلى العميل والوكيل، تخاف ليه البوصله من الشمال يردوها للمغرب. ما شوف شكون يسلكها، والله الا بالحنق والغضب لتحت يعني واحد الغضب. من بعد نكمل لكم الفيديو، وهذا الفيديو الواغش خذوه وبارطاجيوه مع الناس وديوه، ديروا في الصفحات ديالكم، لا حقوق محفوظه لا والو، اللي دا شي حاجه يديها بصحتكم.